السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ ازاي الحال؟ اتمنى تكونوا كويسين. ولو انتوا اول مرة تشوف القناة دي او لسه ما اشتركتش في القناة، اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو عجبك فكرة الفيديو دوس زر اللايك عشان ده بيدعمنا جدا ان احنا نستمر في تنزيل فيديوهات اكتر واكتر. الفيديو قوي جدا. تمام. فيديو طويل. فنصيحة مني برضو عشان في ناس ممكن يبقى الفيديو الطويل بيزعجها شوية، ان انت ممكن تشاهد الفيديو بسرعة اعلى شوية. يعني في ميزة ان انت تقدر مثلا ايه تخلي الفيديو سرعة واحد وربع، واحد ونص، حتى الضعف اللي هو اتنين. انت ممكن تعلي السرعة شوية بحيث ان انت الفيديو يكون وقته اقل، وما يأثرش برضو على الفيديو. يعني انت ما تبقاش مثلا دايس سرعة اتنين وانت مش فاهم اي حاجة ومش شايف اي حاجة، والفيديو طبعا هيتعك معاك، فاهم؟ ممكن تزود حاجة بسيطة ففيديو الوقت يكون اقل، وفي نفس الوقت ايه ما يكونش الفيديو وحش او بيجري بسرعة يعني. تمام، عشان بس الفيديو يعني ما شاء الله طويل قوي. وقبل ما نبدأ في الشرح والوصف يعني الحاجات اللي حصلت في الفيديو، ما تنساش تصلي على حبيبك وحبيبي سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا البنات اوكي وعندهم واحد ما حصلش، وفي ناس طبعا انا شايف ان انت دايما احذر. يعني انت دايما تحذر اذا كان انت في الفريق اللي هيبدأ في الاختيار او في الفريق الايه التاني. تمام، انت دايما احذر. هو ما حذرش عشان يعني هما فيرست. طب واضح ان هما كانوا عايزين كاديتا. اوكي ماشي. عندنا هنا باكيتو. طبعا احنا ما حذرناش باكيتو عشان هو بيلعب بيه، وانا مش فاهم اهو. يعني هما هنا هيندموا ان هو ما حذروش باكيتو. لو انت ليه ما حذرتش باكيتو؟ في برضه سورا اوبن، فاهم؟ يعني اللي ما حذرش ده عندك لحد دلوقتي 3 يعتبروا ميتا وتوب بان: كاديتا، سورا، باكيتو. حتى في بيلريك اوبن. تمام، في ليومورد، في فريدرين. كان في حظر كتير يعني. طيب هم هنا جابوا جونسون. اوكي، مع ان انا برضو نصيحة مني ما تختارش جونسون في الاول، عشان ممكن تقابل جروك، وجروك مزعج جدا لجونسون. تمام، وممكن تقابل تنكات اللي هي بتستحمل زي بيلريك والكلام ده، حتى هايلوس. فانت ممكن الاعداء يختاروا مثلا دعم فتروح انت مختار جونسون ساعتها. فاهمين قصدي؟ فما تطلعش بجونسون يعني. الافضل ما تطلعش بيه، الافضل. خصوصا لو جروك مش محظور والتانك بتاعهم لسه مختارش. احنا معانا نوفاريا عالمي، اوكي، ولكن هو برضو في الاول والاخر يبقى نوفاريا. انت فاهم قصدي؟ طبعا انا هتقولي انت كده بتقلل من نوفاريا، لا ابدا والله ابدا. بس الحكايه ان انت النوفاريا العالميه هيبقى ميزته بس ان هو هيبقى ايه، بيجيب السكند اكتر يعني وسيف اكتر. انا قصدي ما تختارش، يعني ما يبقاش معاك نوفاريا عالمي خلاص احنا كده هنكسب الدور، لا مفيش الكلام ده خالص. هنا طبعا انا كنت شايف ان فريدن اختيار كويس، بس هو اختار هيابوسا، وبرضه انا شايف صراحة هيابوسا اختيار كويس برضه، ينفع عادي. تمام. يعني لو بس قعد يجيب غرانجر في التيم فايت كل مرة فكده مية مية يعني. فهو اختيار كويس. ممكن يزعج جوي قبل ما تجهز الالتيميت. فاوكي، انا بالنسبة لي لو انت تسألني انت بالنسبة لك انا بالنسبة لي الافضل كان فريدرين. تمام، خصوصا ان هو ما عندهمش حاجات اختراق عالي، يعني ما عندهمش حاجات مضادة للتنكات، ففريدرين كان افضل. لكن هيابوسا كويس برضه، مش اختيار وحش. فاحنا نقول كده الفريقين على السريع. بالنسبة لتيم الأعداء هم عندهم أورانجا رامي، كاديتا في الميد، جونسون تجوال، جوي هات جانجل، صورة خبرة. بالنسبة لنا الفريق بتاعنا أنا هروح تجوال، بياتريكس رامي، هيبوسا هاي جانجل، باكيتو في الخبرة، ونوفاريا في الميد. طبعا أنا ببدأ. طبعا انت تجوال لازم تجيب ايه؟ لازم تجيب جزمة ليه؟ عشان مستر تجوال عشان ما تاخدش الفارم بتاع زمايلك في التيم. تمام، اذا كان ميد، اذا كان بقى المكان اللي انت هتروحه، اذا كان هتروح ميد او هتروح تساعد الجنجل، فانت لازم هنا تبدا بجزم يعني. عكس اللي انا كنت بقوله لك في الطرق. لكن لو لاحظت انا دوست على طول ايه، دوست على طول حزام الرعد. ليه؟ علشان حزام الرعد كل ما الدور يطول كل ما يبقى اقوى، فانت الافضل ان انت تجيبه بدري. هنا بنساعد الميد ان هو يخلص ويفته. نوفاريا برضو مش بتخلص ويفتها بسرعه قوي. انا كده كنت هنروح للرامي، لكن في ويفه تانية قريبه والرامي بتاعهم بعيد، وانا مش معايا الفيرست، فما كناش هنستفاد قوي يعني، فرجعنا تاني للميد. تمام.
ما شاء الله هم ضاغطين جامد قوي يعني من اول الدور، جونسون وكاديدا. جونسون هيفتكر الايموجي ده في الاخر وهيندم على كل اللي عمله ده. المهم خلينا نرجع تاني. هو هنا طبعا لسه في اول الدور، مفيش حد بيضغط، الكل بيلعب بامان، وده المفروض. لان طبعا احنا ما شاء الله بما ان يعني الواحد في السيرفر المصري، فانت يعني غالبا في اول دقيقه بتلاقي حد مات، تمام. فانت هتعود تعدي اول دقيقه ونص ما يكونش لسه في حد، اي حد مات، فدي حاجه انجاز يعني في السيرفر المصري، ده يعتبر انجاز. هنا هيبص بدا يضغط على جوي البوف بتاعه، لكن هو فشل ان هو ياخده. يعني انا مش فاهم، ما اعرفش هل هو اصلا كان معاه ريتري ولا لا. انت عملت الحركه دي وما معاش ريتري، فايه لازمتها؟ ما اعرفش. المهم هنا بيضغطوا عليا. انا بالنسبه لي ما عنديش مشكله ان جونسون اخي يقرب مني، بالعكس ده كل ما يقرب مني سرعه الهجوم بتاعته بتبطأ. وده بالمناسبه الباسيف بتاع ايلوس، يعني لو انت مش عارف، لما انت كل ما تقرب منه في المجال بتاعه كل ما سرعه هجومك بتكون ابطأ. طيب احنا هنا طبعا في تيرتل، هنروح على طول على التيرتل. وهيبص ما شاء الله متاخر، تمام. هم مش ضاغطين على باكيتو، بس باكيتو الحمد لله عرف يهرب وقتلنا جوي. طبعا دي فرصه لينا ان احنا ايه نبدا في التيرتل، يعني المفروض على طول نحاول نفك من الفايت ده ونبدا تيرتل، لان جوي ميت، تمام. وده اللي هيلوس عمله، يعني انت دايما اول ما تشوف الجنجلر اللي قصادك ميت على طول خلاص ناخد التيرتل. طبعا انا بحاول اعمل له فيجن، وفي نفس الوقت بحاول ابعدهم عن التيرتل، وهو فعلا خد التيرتل. فا اوكي، حاولنا هنا نضغط ونجيب جونسون، بس الهيل بتاعه عالي فما كانش لها لازمه قوي. بياتريكس جه، وده على فكره حاجه كويسه، تمام. دول على ان بياتريكس صاحي، يعني ان انت كل لما تخلص كلير الويفا تعالى في الميد ساعد، لو في تيم فايت ساعد، فاهم. هو برضه انا حاسس ان هو كان جاي يسرق برضه الميد، يعني هو ما كانش جاي يساعد قوي على حاسس ان هو يسرق الميد، بس برضه معناه ان هو فايق للماب، يعني معناه ان هو شايف الماب، ودي حاجه كويسه. هنا سورا قتل باكيتو، تمام. وفي تيم فايت، انا مش فاهم هم ليه داخلين تيم فايت بعدد اقل. يعني انتوا لو عددكم اقل ببساطه ما تخشوش تيم فايت، تمام. وانا مكنتش موجود عشان كان هيلي قليل. هنا حاولت اضغط على سورا، لقيت جونسون اصلا خد كده وهرب، تمام. سورا هرب من الناحيه التانية، فما كانش الالت هنا ليه لازمه قوي، يعني ما كانش المفروض اعمل الالت قوي، تمام. طبعا انت طول ما انت بتلعب ببطل سكوشي ومش شايف جونسون في الماب، فانت لازم تهرب. ونوفاريا ما كانش عامل كده، نوفاريا اللي هو جلوبال ياب ما كانش عامل كده، كان المفروض يعني تنيك على الاقل، حتى تنيك تحت التاور. طبعا هنا انا اديته الفيرست، وده بيخلي هايلوس مزعج جدا بالنسبه لسورا، لان لو خد الفيرست هو كان هيعمل الكومبو، لو كان كمل الكومبو كان هيبهدلنا يعني. بس انا كنت عامل حساب ان هو هيبدا يعمل في كومبو، فانا كنت دايس على الفيرست، اول لما يوقف اديله الفيرست على طول، تمام. طبعا النتيجه هنا لحد دلوقتي تفوق، ولكن ده يعتبر تفوق طفيف، يعني احنا ما نقدرش نعترف ان هو ده تفوق واحنا متفوقين، لا، ده تفوق ايه، تفوق طفيف. احنا طبعا مستنيين غرانجر يظهر على الماب، تمام. احنا ما عملناش جنك للرامي خالص. في ناس هتقول لي انت ما رحتش تقريبا للرامي، ايوه فعلا ما رحناش للرامي خالص، لكن هو جونسون وكادتا اصلا ما بيروحوش للرامي، يعني انا طول الوقت براقب جونسون، تمام. وهم في الميد بيعملوا تيم فايت، فما كانش ليها لازمه ان انا اروح للرامي، يعني ما كانش بيجنك عليه من ناحيتهم، فخلاص. طبعا هنا بقول له على طول ينسحب، تمام. هو كان مستخبي في البوش، فدي حاجه كويسه، ده معنى ان هو شايف الماب زي ما انا قلت. هنا طبعا جونسون بيحاول يلف عشان هو عارف ان انا بحاول اخبط فيه، فهو بيحاول يلف بحيث ان هو يجي من ورا او يجي من جنب انا مببقاش متوقعه، وايه ويخبط فيهم. انا في الاخر قدرت امسكه، تمام. وقدرت اوقفه، دي حاجه كويسه، وخدت الدمج. وخلي بالك ده وظيفتك انت كتانك، وظيفتك انت كتانك ان انت تحاول مثلا لو ضدك جونسون تخبط فيه، تحاول تدي فيجن، تحاول تكشف البوش، لان في تانكات كتير بتبقى خايفه، يعني انا مش فاهم ازاي، تمام. ومعلومه كده على السريع وانا برجع، ان انت كتانك انت تعتبر العقل بتاع التيم، يعني انت تعتبر انت اللي بتقول هتعملوا ايه، انت اللي هتبدا الفايت ولا لا، مثلا لو انت اطلس هتجمع فالتيم يكون جاهز، فاهم. فانت تعتبر عقل الفريق. هنا برضو جونسون خبط في باكيتو، وقلنا 100 مره لما دول ما انت مش شايف جونسون لازم تكون في امان، ما تخشش في فايتات، خصوصا لو تانكك مش قريب منك. حاولت هنا طبعا اضغط على غرانجر،
بس ما كانش في حد ورايا، وفي نفس الوقت هو كان بعيد، يعني هو كان اكيد شافني وانا جاي له. تمام. وعلى مدار الدور فانا شايف ان غرانجر يعتبر اكتر واحد مزعج فيهم يعني. بس هنا يا بص الحمد لله جايبه تمام، جابه بالالتيميت. هنا جونسون جاي، انا ما كانش عندي اي مشكله خالص، لانه لو جه انا هحاول اخبط فيه، وهو فعلا ما جاش، يعني هو عارف ان انا جاهز له فهو ما جاش. طبعا انا هي بالنسبه لي اي حد يبدا يضرب فيا انا ما عنديش مشكله. ليه؟ لاني هفعل عليه، هقعد اخد عليه تراكمات من حزام الرعد، فمتانتي هتزداد، فدي حاجه كويسه. تمام. وانت هتشوفوا قد ايه هجيب، يعني انت ركز بقى مع حزام الرعد عشان هتشوف انا هجيب كام قطعه منه. هنا طبعا هم عملوا علينا هجمه مفاجاه، كلنا متنا. تمام. ما كناش جاهزين صراحه، يعني انا ما كنتش متوقع انهم كلهم هيدخلوا علينا مره واحده كده. بس النوفاريا كان واقف في مكان كويس فما اتجمعش الحمد لله يعني. طبعا باكيتو داخل هنا لوحده، يعني هو داخل لوحده تمام، حتى نوفاريا وهيبوسا مش معاه. فانا برضو مش فاهم في السولو بتقابل ناس كتير قوي بيدخلوا لوحدهم. اوكي باكيتو تبان وكل حاجه، وممكن يخفي اي حد بكومبو صح، بس مش لدرجه ان انت تدخل لوحدك. تمام. هنا خدنا الترتل التالتة. وصراحة يا بوسا من ناحية الترتل فهو الراجل كان ممتاز يعني. طبعا هنا المشكله بقى ايه؟ مشكله جونسون جاي انت كتانك، جونسون جاي من ورا، سورا جاي من قدام، فهنا لازم التيم يحاول يتمركز بشكل صحيح. فحسيت ان احنا هنا بنموت، فتحت الالتيميت. تمام. حاولت اهرب باكيتو لكنه برضو مصمم، صمم ان هو يقتل حد فمات طبيعي. هنا انا قلت خلاص انا ماليش مفر، فهاخد جونسون معايا، وفعلا قدرت. كنت هحاول اضغط على غرانجر بس خلاص كان هيلي قليل، فاهم؟ يعني هو مصمم يقتلني، فقلت خلاص اخدك معايا، فعلا ده اللي حصل. ومن اللحظه دي هتبدا تشوف متانه هايلوس الحقيقيه. تمام. وهشوف ان هو صعب جدا يموت. هايلوس يا جماعه دلوقتي بعد البوف صراحه بقى بطل مزعج جدا. الفيرست بتاعته مزعجه جدا، السكند بتاعته حرفيا، يعني هو هايلوس اصلا يقدر يقتل اي رمي تقريبا لوحده. تمام. ما عدا اظن كاري يعني، لانها طبعا كاونتر التنكات. هنا حاولت ادافع عن بياتريكس، ولكن انت لو لاحظت ان هي داشت تاني لعندهم، ف يعني انا مش يعني انت ما تبقاش بقى ستيوبد يا باشا، فاهم؟ يعني اهرب انا جاي وفتحت لك الطريق، وانت فعلا خلاص يعتبر شبه هربت، لا تروح داخل فيهم تاني. خلاص. هنا طبعا بيقول لي بقى ايه؟ هنا بيقول لي فيك رومر، انت رومر مزيف، انت مش عارف تعمل رومر. يا حبيبي انت يا بابا، انا انقذتك، وانت فعلا كنت هربت، فتحت لك الالتيميت عشان تهرب، انت رحت دخلت تاني. طب انا اعمل لك ايه؟ طب ده حق، انت عايز تموت، انا اعمل لك ايه؟ فاهم قصدي؟ المهم، طبعا انا ليه واقف هنا في النص هنا؟ عشان لو جونسون جه يخبط فيا انا. ولكن زي ما انا قلت لك، هو جونسون صراحه بتاعهم ده بيحاول يتفاداني باقصى شكل، وده المفروض انت تعمله بجونسون. يعني لو ضدك تانك من النوع زي هايلوس او كده، ده المفروض هو طبعا تفاداني هنا. وحاول يجيب تقريبا حاول يجيب بياتريكس او نوفاريا، بس هو ما عرفش. يعني ما شاء الله عليه، هو برده مش احسن حاجه كسواق يعني، بس هو عنده العقليه بتاعت جونسون، فده حاجه برده ايه في صالحهم يعني. أم، طبعا هنا احنا المفروض اصلا ما كناش نقرب من اللورد. تمام. لان هيبص مش موجود، فانا شايف بياتريكس كان قريب من اللورد، ما اعرفش ليه، يعني انت بتعمل ايه؟ مش فاهمك. تمام. هنا جونسون استغل ان انا كنت جنبه فعمل الالتيميت، بس احنا برضو تمكنت يعني ان انا اجيبه. طبعا حصل تيم فايت عك، يعني انا مش فاهم، المفروض اصلا احنا اللي ننسحب، هم واخدين لورد، المفروض نروح نحاول ندافع، بس انا لقيتهم بيهجموا فقلت خلاص نهجم نحاول نجيب لنا كام كيلو، وفعلا قتلناهم. تمام. يعني قتلنا غرانجر، قتلنا جونسون، قتلنا كاديتا. وهيبوسا راح للورد. انا لو ما كنتش هكمل، يعني لو كنت لقينا محدش راح للورد كنت هوقف، لكن لقيت هيبوسا راح للورد فكملنا وجبنا كمان صوره. حلو. قلت لهم يا جماعه هجموا تحت. تمام. طبعا هنا انت طول ما مش شايف اي حد في الاعداء فما تلعبش اجريسيف زي العم باكيتو. بس هو لحسن حظ يعني ايه هرب. طبعا هنا جوي ما خبطتش فيها في الفيرست. بس بالمناسبه أنا تقريبا جوي
تقريبا جوي، انا مش فاكر في الاختيارات يعني، يبقى انت راجع الاختيارات تاني في بعد اللقطه دي. بس تقريبا جوي اختار بعديه، وجوي اختيار سيء جدا قدام هايلوس، لان هايلوس بيوقفوا بالفيرست بتاعته. تمام. اوكي، هنا الدور لحد دلوقتي مفيش حاجه بتحصل. طبعا احنا هنا لازم نكون مع بعض في وضعيه زي دي، لازم نكون مع بعض عشان لو عملنا هجمه او لو هم عملوا عننا هجمه. يعني انا مش عارف ما يبصها فوق بيعمل ايه، مش عارف، ولا بيبوش بياخد بياخد البوف. طب انت كده يا باشا انت مالكش لازمه. تمام. وانت ممكن كنت تخطف اي حد من هنا. طبعا جوي جت زي ما انا قلت لك، الفيرست بتاعتي مزعجه جدا. هو يعمل التيميت عليا بالنسبه لي مش مشكله، انا عادي هاخد التيميت جوي مفيش مشكله. هنا زي ما بقول لك هيبوسه. قتل جوي كويس. طبعا احنا ما لحقنا، يعني احنا كنا هنلحقه بس خلاص انت بقالك كتير في جوه. وكنت المفروض تكون عامل حسابك ان انت ايه، ان انت تهرب. ما كنتش تدخل بقى كل ده وبعد كده تحتسب ان انت تهرب. بس هو قتل جوي فده يعني كويس. طبعا هنا احنا اوكي تفوقنا وقتلنا جونسون كمان. آم، هنا طبعا هنلاقي صعوبة غرانجر، لأن غرانجر بياخد اكستاكات على مرور الدور. تمام. فالفيرست والالتيميت بتاعه بيزدادوا. فهو اصلا هتلاقيه بقى عمال يضرب من بعيد ومش عارف ايه. فالمفروض دلوقتي هيابوسا يكون هدفه ايه؟ يكون هدفه غرانجر. لان حتى جوي وكاديتا بيضطروا يقربوا شويه من التيم فايت، يضطروا يدخلوا التيم فايت. فلازم هيبص دلوقتي انت في دماغك ان انت تركز على الرامي. وكجانجلر عموما في الليت لما توصلوا للجيم لازم يكون الرامي هو هدفك. طيب انا برضو هنا بحاول اقف في النص ليه؟ عشان لو جونسون جه من اي اتجاه احاول ايه اخبط فيه اهو زي ما حصل كده. ده مش باتريكس بقى عالي جدا يعني كده اختفت. هنا انا بس قدمت خطوتين عشان ما اتفادى التيميت صورة. طبعا ليه هتقولي انت ليه فتحت الطريق لورا مش لقدام؟ فتحت الطريق لورا عشان لو حصل هو الحمد لله ما حصلش، بس لو حصل واحنا كنا بنخسر في التيم فايت نهرب بسرعة. فانت دايما في التيم فايت انت مش واثق فيه، انت مش واثق في ان انتوا هتكسبوا فيه، افتح الطريق لايه باتجاه الهروب، اتجاهكم يعني باتجاه البيز. تمام. والعكس صحيح، لو انت واثق ان انت هتجيبهم فافتح الطريق لقدام. طبعا هنا جاي جه متاخر. تمام. وانا اصلا كنت شايف ان هو المفروض ما يجيش اصلا خالص. تمام يعني هو هرب، هو لحسن حظه هرب يعني فاهم. بس هو كانش المفروض انت جاي برضو لوحدك زي الدور اللي فات. في انا فاكر في دور هنابي كان في لقطه برضو، حد دخل دخله غريبه كده وعك. او مش او دور سايكلوبس، فانت المفروض لما انت تبقى لوحدك تماما الخمسه بيجيبوا اللورد، تدخل تحاول تسرق اللورد. هو دخل اصلا يعني بيحاول يهوشنا عشان يجيب اللورد. ايه يا عم، ايه يا عم فاهم. المهم هنا معانا لورد. طبعا خطأ ان انت تقعد تكلير في الميد طول ما في لورد. تمام. المفروض زي ما انا وهي بص عملنا كده تروح للناحيه، يعني لو هو اللورد في الاكس بي لين تروح في الجولد لين، ولو اللورد في الجولد لين تروح للاكس بي لين، وهكذا. ده بيساعدك ان انت تبوش اللينات اكتر، وان هم مش عارفوا يدافعوا عن اللينين في نفس الوقت. وطبعا الهجمه تكون اصح. هنا طبعا حصلت هجمه مفيش حد مات خالص. هنا حاولنا ناخد تاور الميد. سرعه عمل الكومبو. تمام. طبعا هنا فتحت لهم طريق عشان يهربوا. آه باتريكس مات، باكيتو مات، باكيتو بيموت كتير جدا. هنا جوي انا طبعا حسيت ان هي رايحه على بياتريكس. طبعا اديتها فيرست. تمام. قلت لك ان هايلوس مزعج جدا جدا بالنسبه لجوي. ولو اديت او لو هي جوي بتعمل السكند او بتستاك السكند في التيم فايت، الفيرست بتاعتها هتلغي السكند دي فمش عارف يفتح الالتيميت. هو اصلا جوي عموما قدام هايلوس اختيار سيء يعني. جوي قدام هايلوس مش اختيار حلو. تمام. احنا عندنا هنا نوفاريا مقدم جدا، ده برضو غلط. انت مش شايف تيم الاعداء كله، ممكن تبقى كده مكمبره لك. هتقتلك بكومبو واحد. حاول دايما تكون قريب من التانك. جونسون موجود ممكن يخبط فيك. انا خفت على نوفاريا ان جونسون يخبط فيها بالغلط فحاولت اقدم. هو طبعا جونسون اول لما يشوفني على طول بيغير اتجاهه،
بيحاول يجي من ورا، يحاول يجي من قدام، اهم حاجه ما يجيش من اتجاه اللي معايا، وده صح، ده المنطق يعني. هنا طبعا بنكلير الويفا. انا بحاول اجيبه. طبعا هنا انا حاولت اضغط على صوره عشان نقتله، بس العيال سابته. باتريكس هنا اتقدم. هو اتقدم، كان المفروض ما يتقدمش قدامي. باكيتو مات. نوفاريا مات. انا حتى مش فاكر نوفاريا مات امتى، يعني هو نوفاريا اكيد كان مكانه غلط لانه بيحب يتقدم كتير. أم... هيبوسا طبعا ما ماتش ليه؟ عشان كان راجع. انا هنا حاولت ما اخلوش يخبط في هيبوسا، وهو فعلا غير رايه، يعني غير اتجاهه تماما. هنا طبعا انا خبطت في جونسون عشان برضو ما يوصلش عشان ما يوصلش عشان ما يوصلش الهيبوسا. بياتكس برضو على رايه ان شاء الله، مع ان انت هتلاقي باتكس مش يعني الراجل في حته تانية يعني. طبعا بيقول لنا هجموا على اللورد، واحنا هنا نقدر نستعد للورد، مش هنهجم عليه ولكن نقدر نهوش عليهم في اللورد لان التانك موجود والجانجلر موجود. طبعا هنا جونسون اول لما شافني غير برضو اتجاهه. تمام. انا هنا كنت هكمل مع جوي، بس انا لقيت جونسون داخل من جوه فهيخترقهم. عمنا بياتريكس بدل لما يدخل جوه اللين طلع بره اللين بقى في المكان الجنجل، فطبيعي انت رايح لجونسون، وده مشكله الماب، مشكله ان انت ما تشوفش الماب. فطبعا جونسون خبط فيه. هنا طبعا عمنا بياتريكس غلط فيا. تمام. وهو اصلا هو مش شايف الماب، يعني هو بالنسبه له الماب، لا انا مش مركز، انا مش هشوف، مع ان هو في الاول الدور كان بيجي معانا، يعني انت لو فاكر في اول الدور كنت بقول لك ان هو بيجي معانا في الميد. فانت المفروض دايما بالذات في تيم فايت وضدك جونسون لازم عينيك يعني تكون لازقه في الماب. اذا كانت انا التانك تمام الوظيفه تخبط في جونسون، دايما ببقى شايف الماب ليه؟ عشان اعرف هو جاي فين، واحتمال ان هو اخبط فيها تزداد. هنا انا افتكرت هيبص قتل غرانجر، بس هو ما عرفش يقتله، يعني هو يرب على ما فيش يعتبر. طبعا مشكله هايلوس في المانا، بس في اخر الدور ما هي طبعا في اول الدور، يعني بتبقى مشكله في اول الدور، في اخر الدور المشكله دي بتتعوض نسبيا بسبب ان هو الهيل بتاعه بيبقى عالي، يعني لو هايلوس السكند بتاعته تعتبر لا نهائيه، لان لو المانا خلصت بياخد من الهيل بتاعه. تمام. طبعا انا بحاول اقدم، بكشف البوشات، بدي للتيم فيجن. طبعا بحاول استاج برضو، يعني انت هنا لو لاحظت انا معايا 53 استاج. دايما طول ما انت مش متاكد ان نهايه التيم فايت ده هتكون ايه، دايما اعمل الالتيميت لورا. هنا كده عمل الالتيميت. جونسون خبط في الحيطه، قتله هيابوسا. دخل ده اللي هو تيم فايت الشوارع، دخلات غلط. طبعا بياتريكس هنا يعني المفروض كان يحاول ايه معانا يجيب جونسون، بس هو راح للميد. طب يا ابني تعالى يا ابني عشان نجيبه. الحمد لله طبعا نوفاريا دامجه في الليد بيبقى محترم. ولكن ده معناه ان هو ما شاء الله زي ما انا قلت هو مش مركز مع الباب. تمام. طبعا انا هنا حاولت اهاجم ليه بهدف ان احنا ناخد الميد، وخدناه، يعني انا حملت الالتيميت عشان ناخد الميد مش عشان اجيب جوي. دايما في الليج جيم حاول ما تجريش ورا الكلات، خصوصا الليج جيم انتوا لما اللي بيموت بيرجع بعد مده محترمه، فانت ما تجريش ورا الكلات. وتاني قلتها في كذا مره، ان انت اول لما تاخد الثلاث طورات انت كده 50% من الفوز حققته، لان الويفات نفسها بتبقى بتبش ايه، بتبش من غير ما حد يجي يساعدها. تمام، عشان فرق القوه. طبعا انا هنا رجعت عشان المانا، مفيش تيم فايت. فينا لورد قريب، الواحد بيجهز بيحاول يتمركز. طبعا فايتات اللورد في الليج جيم بتبقى مرعبه جدا، لان اي حد بيموت بتبقى خساره كبيره. حاولت هنا كلير المنيونين دول. تمام. بس قلت جونسون ممكن يجي، فلا انا هقف. هو جونسون فعلا عامل الالتيميت، بس هو بعد. طبعا هنا سورا داخل لوحده، حاول يعمل الالتيميت عليا انا وباكيتو. تمام. بس لحسن الحظ باكيتو كان معاه الحياه، ما نستهدفوا نوفاريا. برضو نوفاريا البوزيشن بتاعه ما كانش احسن حاجه. عمنا بياتريكس مات. انا حاولت ارجع الحقه. تمام. لو مستان بحاول اخد الدمج عنه.
ما عرفتش، يعني انا حاولت ادافع عنه على قد ما اقدر. هنا هيابوسا كان بيسرقها، تمام. وانا صراحه خلاص هنا افتكرت ان الدور هيخلص، يعني ان هو خلاص كده، بس هم جابوا هيابوسا، قتلوا هيابوسا. هو صراحه حركه حلوه منه، انا مش هكدب، هو اي نعم كان في تيم فايت وهو ساب التيم ومش عارف ايه، بس كانت حركه حلوه منه، يعني هو خلاص، يعني انت لو بصص على ال- السهم بتاع البيز فخلاص كان يعتبر خلصنا. المهم، انا هنا طبعا عشان في لورد، انا كنت المفروض اروح للميد، لكن انا قلت في لورد فمش لازم اروح للميد. حاولت اضغط هنا على غرانجر، شايف الدمج بتاع هايلوس، يعني حرفيا ده مش فايتر، ده مش فايتر، مش ده مش تانك. هنا هم حاولوا يضغطوا عليا، كده كده ما عنديش مشكله، انا معايا الالتيميت، هستك يا باشا، يلا السلام عليكم، يبقى حصلني، فاهم. فميزه هايلوس ان هو في الليت يستحمل، يعني هو هنا غرانجر على فكره دمجه عالي، وجونسون برضو دمجه مش وحش بالذات في الليت. بس هايلوس عنده متانه عاليه، تمام. ولو انت بصيت على حزام الرعد فانا مجمع 64 ستاك، فكمتانه وكدمج الدنيا 100 100. وعشان كده قلت لك تجيبها من الاول على طول، يعني انت تجيب جزء من الجزمه وتجيب حزام الرعد، تقعد تجمع استكات منه. هنا انا حاولت اضغط على سورة، الضربه دي ده مش حزام الرعد، شايف الدمج بتاعها قد ايه، يعني سورة اتبهدل يعني. حاولت اضغط عليه تاني. انا ليه بضغط على سورة؟ انا بضغط على سورة عشان اعمل عليه استكات. هنا طبعا باكيتو حلف ان هو يجيب غرانجر يعني، تمام. هو مش صح ان انت تحاول تجيب غرانجر وتقعد تعمل كده عشان ممكن تموت، بس التيم بتاعهم ما كانش جاهز، يعني هو على حسن حظه ان مثلا سورا وجونسون ما كانوش مستنيوه او كاديتا، فهو ده لحسن حظه يعني. لكن اللي عمله ده المفروض في الطبيعي غلط. طبعا هما المفروض التيم شايف ان انا وباكيتو في الناحيه دي، فالمفروض يمشوا معانا. باكيتو بيحاول يسرقها، يا ابني هما كلاروا الويف، يعني هتسرقها ازاي؟ انا هنا عملت الالتيميت، طبعا انا عملت الالتيميت في الاتجاه الغريب ده لاني كنت خايف ان كلهم يهجموا عليا مره واحده، تمام، اموت، خصوصا ان ما فيش غيري انا وهيبوسها يعني. بس هيبوسها ما شاء الله حصلهم. طبعا لو لاحظت التيم ما شاء الله طول الوقت عمال يموت يموت. يعني انا الوحيد اللي بستحمل، لدرجه ان الكلات بقى هم اللي متفوقين علينا، يعني هم جايبين 31 كيل. انا هنا حاولت اكون قريب من اللورد. طبعا انا مش هدفي ان انا اسرق اللورد او اعمل فيجن على اللورد، لا انا هدفي بس ان انا اكون قريب، ان انا هم طبعا بيقولوا لي ارجع، انا عارف انا بعمل ايه، تمام. لو جونسون خبط فيا كده كده عادي، لو حتى معاه كده هعمل الالتيميت. طبعا هنا انا خفت ان هم يقدموا فايه، فعملت كلير للويف. هنا معايا نوفاريا، حاولت اخبط في جونسون، هو كده كده عارف ان لما الخبط فيا ملوش لازمه، تمام. اكليرت الويفا، هم طبعا التيم بدأ يجي، نوفاريا وباتريكس. هنا هم خدوا اللورد وانا كليرت الويفا، تمام. جونسون خبط فيا، كان لحسن الحظ كان لوحده. طبعا اول لما شفت سورة قلت ممكن يكون وراهم غرانجر، فتحت الالتيميت. انا ما اعرفش طبعا بياتريكس هناك بيعمل ايه، تمام. يعني انت ولا بتبوش ولا بتاخد اي حاجه، انت عمال تتمشى. فعشان كده بقول لك لازم تمركزك دايما يكون صح، وخصوصا في الليج جيم، وخصوصا لو انت رامي او ميد في الليج جيم بالذات. طبعا هنا انا عارف سورا ان هو عايز يحاول يروح للباك لين، لكن هو عمل الكومبو عليا، يعني مش مفهومه خالص الحركه دي خالص، تمام. هنا جونسون دخل، بس دخلته برده ما كانتش احسن حاجه. استغليت ان بياتريكس دخلت جامد قوي، وعملت لها استن بالفيرست، كنت صراحه كنت قربت اموت. بس نوفاريا جابت سورا، تمام. هو اصلا سورا ضيع الكومبو كله على الارض يعني. انا قلت هنا في دي فرصه، اتنين ميتين من اتنين ميتين ضد واحد، يعني احنا 4 ضد 3. لازم نحاول نضغط من الميد، نحاول نقدم، خصوصا ان احنا متفوقين في التورات. انا عمال اقول لهم يا جماعه اتجمعوا في الميد. انا برضو مش فاهم بياتريكس واقف ورا بيعمل ايه، ونوفاريا بيقدم عليا. ده على فكره اللي خلى نوفاريا يموت كتير جدا، ان هو اغلب الوقت مقدم عليا. طبعا هنا بقول لهم يهجموا معايا، تمام. جونسون بيحاول يزق الويفا شويه على الايه، على الجولد لين. بس انا بالنسبه لي انا ما عنديش مشكله، انا ما عنديش مشكله، انا هقعد استك عليك. هو هنا حتى هو هنا ندم يعني على الحركه، هو مات. انت بتزق الويفا مت. طبعا انا فتحت الالتيميت عشان ايه؟ عشان حد يقدر يقف من ورا وناخد البيز، وبالفعل كسبنا بعد دور فيه معاناه، يعني معاناه مع التيم، تمام. يعني انا بقول لو التيم كان بيفهم اكتر من كده،
او بيعمل بوزيشننج صح افضل من كده، كان زماننا الدور ده خلص من زمان، ما كناش علينا كل الوقت ده. تمام. وبرده ده يدل على حاجه تانية، يدل ان مهايلو الصراحه جامد جدا يعني. حتى وانت شفت في الاول نسبه فوزي بيه، كانت نسبه فوزي قليله. انا في زمان كنت بلعب بيه ما كانش احسن حاجه، وكمان انا ما كنتش بعرف العب بيه، لكن اعرف العب بيه بيلد صح. ودلوقتي بعد البوف يعني ممكن تكسب 90% من اللجام اللي انت بتدخلها بيه. تمام. فايلوس حاليا اختيار كويس جدا يعني. انت بص حتى التيم بتاعي يعني هما كتيم افضل. طبعا انا عملت بياتريكس، انتوا عارفين اللي حصل يعني في وسط الدور، مش عايزين نقول. تمام. فهم كان نتائج افضل. طبعا نوفاريا اوكي، ده بأس يعني، ده اقل حاجه. انت واحد مصنف على العالم يعني. انت هنا لو بصيت على الدمج، فالعم بياتريكس عامل دمج اقل مني مع ان هو الرامي. انت متخيل انا عامل دمج ربع دمج التيم، هو عامل 15% مع ان هو الرامي. فحاجه يعني عجب. وبكده نكون وصلنا لاخر الدور. ولو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو عجبك الفيديو دوس زر اللايك عشان ده بيدعمنا جدا. وما تنساش تصلي على الحبيب عشان قلبك يطيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.